مشاهدي ومتتبعي قناة صوت الحقيقة، مرحبا بكم معنا في هذه الحلقة التي نبثها بمناسبة ذكرى عيد المسيرة الخضراء، ونحن ننقل لكم الأجواء التي عشناها بالأمس بولاية الدار البيضاء كعادتنا، ونحن نستمع إلى الخطاب الملكي بشكل جماعي وبحضور السيد والي جهة الدار البيضاء الذي جمعنا به أول لقاء ذو طابع وطني صرف، وحرصنا الدائم وحرص كذلك السلطات المحلية على تنظيم هذه التجمعات الوطنية الجهوية لمتابعة الخطب الملكية في كل عيد وطني، هو استحضار تلك الأمجاد والبطولات التي صنعها الشعب المغربي، ومنها ملحمة المسيرة الخضراء التي أبدع بطولتها وشخوصها المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه، ورسم أجواءها وألوانها الحمراء والخضراء، وهي كذلك مناسبة لتجديد تلك التعبئة الوطنية في نفوسنا وإيقاد الحماس الوطني بشعارات وأغاني وأشعار المسيرة الخضراء، حيث حقيقة بالنسبة لي على غرار باقي المغاربة هي مناسبة أستحضر فيها ذكريات طفولتي وأنا أشاهد شاحنات تمر بالشوارع الكبرى لمدينة الدار البيضاء متجهة إلى أقاليمنا الجنوبية، إلى تخوم الصحراء المغربية، كما أستحضر تلك الأنشطة التربوية التي كان ينظمها الأساتذة والمعلمون بالمدرسة العمومية، وهم يلقنوننا دروسا في الوطنية وحب الوطن وإذكاء الروح للذود والفناء والموت من أجل الوحدة الترابية بالروح والدم. هكذا كنا نعيش هذه الذكريات والقيم التي كبرت معنا وشبت بداخلنا ولا زالت وستبقى حتى الشيب وحتى القبر. مسيرة خضراء تعلمنا من خلالها قيم الحرية والسلام وقيم الإسلام الحنيف وقيم الولاء للعرش والوطن من خلال رمزية القرآن في اليد والراية والعلم في اليد الأخرى، ونحن ننشد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. صوت الحسن ينادي بلسانك يا صحراء، فرحي يا أرض بلادي أرضك سبحت حرة، موردنا لازم يكبر بالمسيرة الخضراء، موردنا لازم يكبر بالمسيرة الخضراء. الله 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 الله. هذا النداء الذي ظل يتردد صداه بداخلي حتى ملأ وجداني وأنا شاب، وأعتقد في سنة 1997 حيث جادت ملكتي وفاضت مهجتي وانتفضت مخيلتي، فألفت ملحمة حول الصحراء المغربية وعقدت العزم على عرضها وإخراجها، وقد كان يساعدني في ذلك المرحوم مولاي أحمد العلوي مدير مجموعة ماروكسوار الذي أهداني كتاب عبد الهادي مزراري كان يحمل عنوان الصحراء المغربية قرار الملك والشعب. فنزولا عند هذا الإهداء قررت تسمية الملحمة باسم الكتاب، وتواصلنا فيما بعد مع السيد البصري وزير الداخلية، إلا أن وفاة صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني قدس الله روحه وتغيير وزارة الداخلية وكذلك التحول الذي طرأ على مسار قضية الصحراء المغربية من حلول ومقترحات جادة وناجعة آخرها مقترح الحكم الذاتي، مما جعلنا نتوقف عن العمل بهذه الملحمة التي لا زالت لحد الآن بين رفوف مكتبتي، ننتظر انبعاث ذلك المارد الإبداعي لتجديدها وملائمتها مع تطورات ملف الحكم الذاتي.
المهم هو أن هذه الاحتفالات بذكرى المسيرة الخضراء كانت بالنسبة لنا بمثابة مدرسة لزرع القيم الوطنية وإلهام لشعراء الشعر الملحمي. ويحضرني من بين ما كتبت في هذه الملحمة من شعر وقصائد قصيدة البرولوج فيما يلي: بزغ البدر بنور كوكبه الوضاء وأرسل أشعته الفضية فوق كل الأرجاء، وصار أديم القبعة الزرقاء كعروسة في حلة بيضاء، ونادى مناد من السماء وألهم بوحيه عبده بمسيرة خضراء: أن اسري بشعب من البغاز إلى الصحراء، وادخل الأرض بسلام وأعلام حمراء، فإنك لها اليوم وحان موعد اللقاء، لجمع الشمل وضم الأحبة برباط الولاء. الله أكبر الله أكبر تعلو في موكب الفتح والمسيرة الغراء، بالذكر والقرآن والدعاء، بالتجويد والتهليل والغناء، بصوت تهتز له الأرواح في نشوة تبعث الحياة في الفقداء، ويروي بشجاه اللين أراضي البيداء. كما نظمت برولوج غنائي مستوحى من عنوان الكتاب الذي كما قلت أهداني إياه المرحوم مولاي أحمد العلوي، وهو للمؤلف كما ذكرت عبد الهادي مزراري، والذي بالمناسبة لم ألتقي به، حيث كان هذا اختيار ومبادرة من المرحوم مولاي أحمد العلوي. وقد تم تلحين البرولوج الغنائي من طرف الموسيقار والأستاذ محمد داسين، الذي ألف ولحن موسيقى مجموعة من الأفلام والمسلسلات المغربية كأعمال فريدة برقية وأعمال الفنان رشيد فكاك. ولا زلت أذكر إبداعه حين تلحينه لهذه القصيدة الغنائية التي كتبت في مطلعها ما يلي. أحاول أن أتذكر نقولها بالغنى كي كنا درناها: الصحراء المغربية قرار الملك والشعب، الصحراء المغربية قرار الملك والشعب، وستبقى مغربية على مدى الدهر والحقب، ثابتون في مواقفنا صامدون في قرارتنا، بكل صمود وتحد لن نفرط في شبر من ترابنا، الصحراء المغربية قرار الملك والشعب. يا سلام يا سلام، حقيقة كانت أيام جميلة ورائعة، ملؤها الروح الوطنية ومفعمة بروح الانتماء لهذا الوطن. كانت التربية التي تلقيناها في البيوت على يد آبائنا وأمهاتنا، وفي المؤسسات التعليمية على يد الأساتذة الذين يتم اليوم الاستهتار بواجب رسالتهم النبيلة، وعلى يد التلفزة المغربية كذلك التي كانت تبث لنا أغاني وطنية حماسية قوية تزرع الروح الوطنية، وكذلك على يد وزارة الثقافة التي كانت تسهر على تهذيب أذواقنا الثقافية والفنية بكل روافدها، حين كان يرأسها أمثال بحنيني وعبد الهادي بوطالب ومولاي أحمد العلوي والناصري وآخرون ممن تزخر بهم خزانة تاريخ الوطن الثقافي والسياسي. ولله الحمد، للبيت رب يحميه وللوطن ملك يحكمه. لا زال محمد السادس نصره الله يشكل منبع وطنيتنا وملهم ملاحمنا، حيث في كل خطاباته تتجدد فينا الروح والاعتزاز بالانتماء لهذا الوطن والدود عليه لآخر رمق، بل هي خطابات عبارة عن دروس في القيم الإنسانية والمبادئ الوطنية المبنية أساسا على التسامح والسلام والتعايش المشترك خدمة للبشرية، والتحلي كذلك بالجدية والواقعية والإخلاص
في الواجب وتحمل المسؤولية، وهي كلها وغيرها خصال حميدة تعود بالنفع على الشعب المغربي. وبالأمس كنا على موعد مع هذه القيم والمبادئ الوطنية، حيث ألقى جلالته كدأبه خطابا ساميا بمناسبة الذكرى 48 لعيد المسيرة الخضراء المظفرة، وهي مناسبة عظيمة تحظى بالإجماع المغربي، ذلك أنها محطة تاريخية سابقة من نوعها، منقوشة بماء من ذهب في سجل المملكة المغربية، وذكرى غالية علينا، مسقية بروح الانتماء والهوية، ولصيقة بالتراب والأرض والحضارة المغربية، وهي كلها مناسبة وطنية تربط جميع المغاربة بملكهم رباط البيعة ووثاق العروبة وعروة الإسلام. وفي كل مناسبة تخلد ذكرى عيد المسيرة الخضراء السعيد، إلا ويستحضر صاحب الجلالة في خطاباته السامية الملحمة الوطنية الملهمة للمغاربة ملكا وشعبا، ويستحضر كذلك مناقب وأمجاد وبطولات صانعيها ومبدعيها، وفي مقدمتهم المغفور له الملك الحسن الثاني قدس الله ثراه. ملحمة وطنية تجسد الإرادة القوية للشعب المغربي في استكمال وحدته الترابية. إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة، وإلى اللقاء.